اليوم فطورنا بسباسية ولكن يسموها برشا آخرين شبتية. هذه طنجرتنا تغلي، فيها كيدة مرقاز وفيها طريفة لحم، حطينا البصل طماطم هريسة عربي هريسة حقوق، فوحنا بالفحات متاعنا وخليناها تتقلى هيك تغلي شوية ثوم نديوها تغلي. ليه نبركو توا للزيتي نخلوها تطيب على نار هادية. طبيعي باش نحطولها شوية حمص ونحضروا العروش نتاع البسبوسة نتاعنا، نغسلوها مليح ونقصوها ونقصو الخضرة نتاعنا ونحطوها تفور تحت الكسكسي. تويكا باش نحطو البسباس نتاعنا اللي قصيناه نحطوه يفور مع البصل. بالنسبة للكسكسي الباكوات نعرفو يتفور مرتين، دونك نحطوه فوق منه طول، نحطو له كده زيت وشوية كركم وفلفل احمر وفلفل اكحل، نخلطوه مليح وشوية طشمي، نخلطوه بالكدا نفركوه بيدينا ونحطو طول فوق الخضرة متاعنا تفور مع بعضه. بالنسبة للكسكسي الدياري متاعنا عولة العادات متاعنا، يعني العروبي متاعنا الكسكسي العادي نعملوه في الدار، نرشوه نحضروه نخلوه هذا يفور شوي، خاطر ما يفورش كما الكسكسي الباكوات مرتي. خلو توا الخضرة متاعنا تفور حسوها ذبلت شوية، من بعديك نحضروا الكسكسينا متاعنا العادي متاع الدار ونحطوه فوق البسباس يفور مع بعضه. ولنا لقاء آخر كي نكملوا الأكلة متاعنا إن شاء الله. باهي توا ذبلت خضرتنا اللي هي قلنا عرش البسباس، هاو كان ذبلت شوية ونقصت حتى في الحجمات شوية بركة نحطو منها الكسكسي متاعنا يفور. نخلو كسكسينا يفور عادي، وقت اللي يحضر نسقيو الكسكسي متاعنا وتاكلوا بالشفاء. باهي توا هذايا كسكسينا بعد ما فورناه مع عرش البسباس، تويكا باش نسقوه بالصوص متاعنا ونقدموه لكم بعد شويه. راني قصيت فيه قرون. باهي قبل ما نطفي على الصوص قصيت قرون فلفل مسير ورميتهم في وسطه باش يعطونا بنة الريحه، ما نحكي لكمش على البنة. هذه النتيجه النهائيه اللي تحصلنا عليها اليوم في اكلتنا الشبتيه.